في الفيديو ده جايين نحل مشكلة سؤال بيقف مع جميع الطلبة، والسؤال ده بيقول 6 على 2 في 1 زائد الاتنين. أغلبية الطلبة بتحل السؤال ده كده، تقول 6 على، تعمل الجمع اللي في القوس الأول هتبقى 3. تمام؟ هتحل السؤال ازاي؟ بيقول لك بقى نعمل الضرب الأول، 6 على الاتنين تبقى ب6 هتطلع الناتج بواحد. الحل ده غلط. في ناس كتير هتقول لي الحل ده غلط ليه؟ هقول لك ان الحل هنا اصل دي قسمه وضرب، مش جمع وضرب عشان تعمل الضرب الاول. انت لو طالما قسمه وضرب بتعمل اللي بيجي لك الاول، يبقى الحل الصح هيبقى 6 على الاتنين في 3. هتحل ايه؟ هتعمل القسمه الاول هتبقى 3 في 3، فالناتج هيطلع ب9. ده الحل الصح. انما لو هي جات لك جمع وضرب اقول لك انت هنا تقدر تقول ان انا اعمل الضرب الاول، انما اسم وضرب بتعمل اللي بيجي لك الاول. حتى لو كان جالك الضرب الاول كنت هتعمل الضرب الاول، جات لك الاسم الاول تعمل الاسم الاول. وكده انتوا عرفتوا احنا جايين في الفيديو ده